يلا يا ماما. كده خلاص الاكل بتاعنا جاي. كله جاي. حبايبي معلش بقى كان نفسي اصور معاكم اللقطه اللي هي ايه بحط التوميه معاها. هم عيل بيقولوا تجربه احنا هندوه، هم يقولوا الراي بقى انا اول مره اعملها لهم بالطماطم اهي يا حبايبي. اكيد هتعجبك والله العظيم جميل. وفي الاخر كده اول ما استوت خلاص حطيت لها فصين توم انا دقاهم ومعاهم قرنين فلفل رومي متقطعين اهو، ومعاها رز بشعريه. رز بشعريه وبتاكل برده برز ابيض ماشي برده بعيش شغال معانا. كنا عندنا كده شويه مخلل كده وفلفل كنا احنا مخلين شويه كده عندنا من فاضلين من الكرنب ما برموهمش بحط العروق. وطبعا في لفت انا هخلله معاكم هنخلله يا حبايب قلبي. وده بصل الجميني بصوا جمال التكات البلد دي حاجه كده بصراحه يعني الاكل بيتكلم على نفسه يا حبايبي. عملنا ايه اكلتنا النهارده؟ كان عندي القرنبيطه يا حبايب قلبي. القرنبيطه دي كانت عندي كلفتنيش حاجه من بره يا دوبك جبنا بس الرز والشعريه وحاجتي من بره وخلاص يا حبايب قلبي وكل حاجه من عندي وعملنا اهو طبخنا. وده الروتين بتاعي والله العظيم بقى يا رب بقى يعجبكم. واكيد انتوا عارفين يا حبايب قلبي ام ادم هي دي بتطبخ بالطماطم انا ما بقلبش وانتوا عارفين دي بتتعمل منها كل حاجه بالزيت. بتحط مثلا تتسلق خالص وتتفرم. في ناس بتحط عليها بيض وبتحط عليها البشاميل وبتتحط في الفرن. القرنبيط دوت هو ادم جعان كل يا ماشي يا حبايب قلبي. ودوقها كده يا قدومه. استني يا ليلى عشان هو اللي انا عايزه اجيب له طبق يا بابا. ماشي هنجيبوا له الطبق. ادهم دوقها كده حلوه سخنه يا حبايبي والله العظيم انا هدوقها. انا ليلى بنتي كلهم جعانين اصلا. يا رب بقى تعجبكم يا رب تعجبكم. لو عجبتك هتعجبك. انا بالنسبه لي حلوه ملحها مظبوط وحدقها حلو وزبده وحلوه والله. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب ويخلي لكم اولادكم يا حبايب قلبي. ام ادم تعالوا اتفضلوا معايا. وانا عايزه اختم الفيديو بس انا مش عايزاه ينزل توك توك يا حبايب قلبي والله عشان التليفون علق. طب ازاي بقى بيصور اهوت بقى مش فاهمه له حل. هو التليفون ده انا مستغربه يا حبايبي ما كملش الفيديو للاخر. يعني هو المفروض كان يعني ختم معايا كمان زي كل مره ما اعرفش فين التليفون دوت. يلا ده كده عمره ما ينزل تيك توك. لا مش ده عايزاه. دقيقتين. لا والله. ده لو طب تعالى انت واقف ليه؟ تعالى بتيجي تاكلوا البيس الزونت والدون ضهر زي ما انا معاك المره اللي فاتت والله. تعالى ليه؟ هتلبس الزونت كده. مريم والله طلعت معانا قبل كده ويوسف بس كلمتين ضهروا في الكاميرا. ليه يا حبايبي والله بقول لها تعالي يعني تعالي يا مصطفى تعالي عشان اخد منك رحيم كمان. اصل مش عايزين تيك توك ورحيم مضايق والله يا حبايب قلبي. هو ده بقى كان اكلنا ومش عارفين بقى بكره لفت يا حبايبي مش عارفه بقى 7 كيلو لفت نضفته امبارح وعملته وحطاه برضه عشان يتقطع. مش عارفه بقى قرفته مالها معايا كده والله يا حبايب قلبي. انا قاعده في الصاله بقاله 3 دقايق. انا قاعده في الصاله يا حبايبي وحفرناش سجاده كبيره في الصاله اهي اهو ماشي. وقلت اصور معاكم هنا بقى يعني حبه كده وحبه هنا عشان انتوا ما تزوقوش من الاوضه. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويبارك لكم يا رب ويخلي لكم اولادكم. وانا مش عايزه انا عايزاه هو يفصل لوحده عشان بنتي يعني بنطلع الليل على فكره بياكل. انا اروح اقعد هنا بقى. تعالى اقعد كل تعالى هاتي لي رحيم حبايب قلبي ام ادهم. ده اكلنا اهو. تعالى يا مصطفى اقعد معايا كده اتكلم معاهم بقى يا حبايبي. اشوف بس رحيم وجاي لكم تاني ولا اعمل ايه؟ والله ازاي عايزين بس لسه كام دقيقه كده. كام؟ طب هو كده فاضل له قد ايه؟ هو اصلا كده 3 دقايق. 3 دقايق؟ يعني عمره ما ينزل. والله العظيم. طب استنى يا دوم عشان ايدك يا حبيبي ما تجيش على البتاع. طب قوم اختم معانا يا داش. قول لحبايبك يلا كده اعملوا لايك وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه وده كان اكلنا النهارده. لا انت تكلموا بقى كمان وانت بتطفي الكاميرا. هو كان يا حبايبي بس تعالى كده يا مصطفى اديني سالكه من هنا تعالى ما تروحش في حته الكاميرا. يلا اتكلم بقى معاهم. قول لهم ايه؟ قول لهم قول لهم ايه؟ قول لهم بقى يلا اشتركوا في القناه وفعلوا اشتركوا في الجرس. القناه.